السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني جدا جدا. تعالوا بقى يلا نتشجع مع بعض علشان ده روتين تشجيعي كده. ده متقسم على يومين. بجد يا جماعة، النهاردة انتوا عاملين ايه في الجو ده؟ الجو صعب قوي، حر يعني بطريقة مش طبيعية. هو فين الشتا يا جماعة؟ بجد الشتا راح فين؟ هو الشتا ملحقش يدخل عشان يروح يعني. هو بدأ بالظبط، الشتا دخل كان حوالي في شهر 12، او يمكن في 12. يعني قعد بالظبط شهرين. ايه ده، انا قاعده مستنياه والبطاطين بقى والجو بتاعه. ايه ده؟ لا بجد الموضوع مضايقني جدا. انا من انصار الشتا بصراحه، يعني من الناس اللي بتستمتع جدا بجو السقعه والمطره والتكتكه وكوبايه السحلب بقى ونتدفى كده قدام التلفزيون. بجد باستمتع جدًا بالجو ده، إنما جو الصيف لأ، بيعمل لي اكتئاب كده، باحس بحَر، بخنقة لأ، الموضوع رخم أوي، يعني بجد نِفْسي لأ، يعني يا رب، يا رب الشتا يرجع تاني، بس ما أعتقدش طالما حرّرت للدرجة دي. أعتقد لأ، يعني خلاص كده الشتا بيودّع وداخلين بقى على الربيع بقى والجو اللي هو متقلّب ده. يلا ما علينا، يعني الدنيا ما بقتش مفهومة الفترة دي. كنا زمان الشتا بيبدأ من شهر 9، كان مع دخول المدارس الشتا بيبدأ بالظبط، كان بيفضل مكمل معانا لشهر مثلا 3 أو 4. إنما دلوقتي ايه؟ فين؟ فين الشتا؟ بدأ 12 وخلص في 2 اهو، اللي هو ايه؟ انت فين؟ يلا ربنا يعيننا، ولا اللهم أجرنا من نار جهنم يا رب العالمين. المهم هنا بقى، هو أنا بدأت طبعا بعمل الغدا. طبعا الجو حر، فاللي هو مش عايزة أقف كتير في المطبخ، فقلت أستغل بقى الحاجات المتفرزة عندي في الفريزر، بحيث ان انا برضو كنت عايزة افضيه علشان لما اجيب حاجة رمضان يبقى في مكان ان انا ارصها فيه. فبدأت بقى اطلع كل اي حاجة متفرزة، فبدأت زي ما انتوا شايفين، قلت اعمل بسلة. كان عندي بسلة شايلاها. كان عندي برضو شوية لحمة مفرومة متعصجة، طلعتها ضفتها معاها، آمم، مع البصلاية طبعا، تشويحة بصلاية في الأول، وبعدين عصير الطماطم في الآخر، وبعدين هنحط لها التوابل بتاعتنا ونسيبها بقى تتسبك براحتها. المهم يا جماعة، قولولي عملتوا ايه في تجهيزات رمضان؟ أنا بصراحة بدأت شوية تنظيفات كده عميقة كل يوم. مثلا كنت أبدأ في أدراج معينة، اللي هي زي مثلا أدراج التسريحة، أرفف أو أدراج من المطبخ، من الدولاب، الحاجات العميقة اللي هي ايه ممكن بتاخد وقت دي. فأنا بحاول ان انا اتخلص منها من دلوقتي، ان انا اخلص منها يعني، بحيث ان انا يبقى قبل رمضان يبقى التنظيفة اللي هي ايه سريعة كده على الوش، لان ابقى انا منضفة كل حاجة، الحاجات المستخبية بمعنى اصح، زي برضو غسيل سجاد، غسيل ستاير، تنظيف بقى اللي هو مثلا لو عندك الحيطان محتاجة ان هي تتغسل. الحاجات اللي محتاجة مجهود جامد دي، فبنحاول ان احنا نعملها في فترة قبل رمضان ده. والله يعني انا مقتنعة جدا ان انا بالنسبة لي ممكن انضف قبل رمضان، ومش مشكلة انضف قبل العيد، بس بالنسبة لي تنظيفة رمضان دي اهم حاجة. علشان اولا رمضان الوقت فيه بيكون ضيق جدا، فترة الصيام الواحد ما بيقدرش يعمل حاجة، هو كبيره جدا يعمل بس الأكل، ولو هيشوف الصلاة بتاعته نقرا شوية قرآن، شوية أذكار، فالوقت بيبقى ضيق، وفي نفس الوقت ما بيبقاش فيه مجهود، ما بيبقاش فيه طاقة ان انتي تعملي اي مجهود. يعني في الصيام الموضوع بيبقى صعب شوية، وخصوصا الحر ده. يعني انا كان نفسي رمضان يدخل علينا في الجو يبقى لطيف كده وشتا. الحر بدأ قبل رمضان بأسبوع، سبحان الله، يعني الحمد لله على كل شيء. بس فزي ما قلت نحاول ان احنا نتشجع كلنا ونخلص التنظيفات بتاعتنا كلها بتاعت الشقة، عميقة ومش عميقة، كله قبل رمضان، بحيث ان رمضان يجي علينا يبقى معانا وقت نقدر نقوم بالعبادات بتاعتنا كلها على أكمل وجه، منبقاش مشغولين في ان احنا
هننضف ونضيع وقتنا في التنظيف والكلام ده كله. ده اولا. ثانيا برضو رمضان بيكون فيه عزومات، فلما الناس تجيلك تبقى الدنيا كويسة يعني، ونضيفة ومفيش اي مشاكل، الستاير نضيفة والسجاد مغسول، بحيث ان لو هتسهل في حاجة تسهل بس في البيري في ان انا اعمل الاكل، انما مش هتسهل في تنظيف تنظيف شقة وان انا اعمل اكل كمان. ده غير نفسيا ان الواحدة بتكون مستريحة عموما لما تكون شقتها على اكمل وجه بصراحة يعني. وبعدين هنا قلت بقى اقول لكم انا هكمل ان انا اللي انا بعمله. قلت اعمل شوية رز بشعرية جنب البسلة. وعايزة اقول لكم انا لما نزلت علشان اشتري شوية حاجات، شفت التجهيزات واحتفالات الناس برمضان والاغاني وحاجة رمضان اللي بقت معروضة في كل حتة. آه، يعني بجد احساس قبل رمضان ده او التجهيزات لرمضان بحبها اكتر من رمضان نفسه يعني. لا طبعا رمضان بحبه جدا بكل الطقوس بتاعته والشعائر الدينية بتاعته وكل حاجة، بس برضه الاحتفالات او التجهيزات ليه من الاول دي بتكون احساسها حلو قوي. ان شاء الله لما انزل اجيب مشتريات رمضان هصور لكم فيديو جامد جدا 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 بجد. برضو هنا بقى طلعت باقي الحاجات التفريزات اللي موجودة في الفريزر، كان عندي شوية كفتة متفرزة جاهزة، فروحت مشوحاها كده شوية في شوية سمنة وزيت، وبعدين طلعتها. وبعدين ان اول مرة اقول لكم، عايزة اقول لكم ان انا اول مرة اعمل الطريقة دي بجد، وهعتمدها بعد كده. انا كنت على طول بشوح الكفتة وخلاص او بعملها في الفرن وخلاص، انما المرة دي شوحتها وطلعتها من الطاسة، ومكانها هنزل شوية بصل اكرمله. مجرد ما البصل ده بيتكرمل كده مكان الكفتة والدهون بتاعة الكفتة اللي موجودة، عايزة اقولكم بيبقى طعمه احلى من الكفتة نفسها، بجد بيبقى خرافة. وبيكون مسكر كده سبحان الله. وبعدين ضفت له شوية فلفل الوان هشوحه، وبعدين هضيف عليه الكفتة. طبعا ما ننساش الملح والتوابل بتاعتنا. المهم انا بقى برضو يعني هكمل لكم في موضوع تجهيزات رمضان اللي انا بجهزها ليكم. بجد ناوية اروح مكان اجيب منه طلبات رمضان او الحاجات اللي انا عايزاها لرمضان. مكان تحفة لسه متجدد. هيعجبكم قوي يعني، بجد بجهز لكم فيديو تحفة خرافة ان شاء الله يعني، باذن الله ربنا يكملها على خير ونروح كده ونتوكل على الله، وهتشوفوا الدنيا يا رب ان شاء الله هتعجبكم يعني، والاسعار وكل حاجة. بس انا لسه لحد دلوقتي مش عارفة اسعار الحاجة ايه، يعني مش رمضان يعني الاسعار غالية ولا ايه الدنيا، بس غالبا لحد دلوقتي الفيديوهات اللي انا شفتها كلها او الحاجات اللي انا حاسة ان هي هتكون معقولة الى حد ما. بس برضو لما انزل بقى على الطبيعة كده ونشوف الاسعار ايه يعني هصورها لكم كل حاجة بإذن الله. هنا الميكرويف ما كانش عاجبني، لقيته بقى يعمل صوت غريب كده لما كنت بشغله. فقلت لا انضفه كده تنظيفة محترمة. ممكن تكون في حاجة واقعة جوه او حاجة وانا مش شايفاها يعني. لازم كده نستغل وقفتنا في المطبخ واحنا بنعمل الاكل، يعني مثلا مش الاكل بيستوي على النار فافضل قاعدة حاطة ايدي على خدي مستنية، لا اشوف اي حاجة تانية تتعمل. يعني نخرج من المطبخ نبقى مخلصين كل حاجة، مثلا في شوية مواعين اروح غسلاها على ما الاكل يستوي. يعني هنا كنت سايبه الاكل بيستوي، رحت الميكرويف زي ما قلت لكم دخلت عليه رحت منضفاه، بحيث ان انا ايه استغل وقفتي وما اضيعش الوقت على الفاضي، ويبقى انا انجزت يعني الساعه اللي انا اقفها على المطبخ ابقى عملت فيها الاكل ونضفت معاها حاجه، وغسلت المواعين مثلا، نضفت ظرفه، غسلت الميكرويف، غسلت الفرن لو انا مش هعمل فيه حاجه، نضفت حاجه في التلاجة، رصيت حاجه في الفريزر، ايا كان. فلازم كده نكون ستات شاطرين ونستغل كل ثانية في وقتنا، وربنا يعيننا ويجازينا خير على تعبنا في بيوتنا ده يا رب. ومن الحاجات اللي انا لاحظتها برضو ان ناس كتير بدأت تفرش دلوقتي حاجات رمضان وتعلق زينة رمضان. انا بالنسبة لي لأ، انا لو عايزة اعمل الحاجات دي عايزة اعملها قبل رمضان بيوم بيومين بالكتير قوي،
مش أكتر، إنما نعلّق الزينة من دلوقتي وأفرش حاجة رمضان من دلوقتي، على ما ييجي رمضان هتكون اتبهدلت يا جماعة. لأ أنا باحب أعملها بحيث على أول رمضان على طول، يعني بإذن الله هنعلّق الزينة ونحط بقى المفروشات والحاجات بتاعة رمضان وكل حاجة. ده دخلت بقى ده روتين يوم تاني، كنت عايزة أنضّف الreception تنضيفة عميقة. بدأت إن أنا بالريشة دي يا جماعة حلوة أوي، حلوة أوي بتنجز أوي موضوع التراب، يعني أسهل بكتير. بس دي مش برضه للاستخدام إن أنا أستخدمها على طول، لأ من وقت للتاني أحب إن أنا أرُش المنظف وأمسح بفوطة والكلام ده كله، إنما دي آآ لو أنا يعني عايزة أنجز ومستعجلة وفي نفس الوقت الدنيا لو مش متبهدلة أوي يعني، دي بتنفّض كده الترابة الناعمة وفي نفس الوقت سريعة، يعني بتخلّيني أنجز بصراحة. أنا مسكتها ولفّيت بيها على الreception كله، على باب الشقة، على الساعة، على الشاشة، على ترابيزة التلفزيون، يعني لفّيت بيها على المنطقة كلّها كده في الreception بحيث إن أنا أنزّل الترابة اللي عليها. شايفين البرواز ده؟ أنا باحبه جدًا، جدًا، ده واخداه من عند بيت بابا الله يرحمه. باحبه جدًا، بيحسّسني بالدفا بتاع زمان، طول ما أنا قاعدة باحب أبُص له. يعني بجد الحاجات اللي باخدها من عند بيت بابا يعني باعتز بيها أوي في شقتي، وباحس إن هي ليها قيمة جامدة أوي، يعني مهمًا كان الحاجة قديمة أو مستهلكة لأ، بس لمّا باحطها عندي ليها معزّة كده وليها قيمة، يعني الله يرحمه ويرحم كل أمواتنا المسلمين ويصبّرنا على فراقهم. هنا باوريكم بعد الreception ما اتنضف وبقى زي الفل وتمام، و ونرش بقى المعطر، ويعني بيبقى في راحة نفسية كده لمّا الدنيا تكون متوضبة ونضيفة والريحة حلوة، يعني ربنا ما يقطع لنا عادة يا رب ويدينا الصحة ونقدر نعمل ده في بيوتنا ويعيننا كلنا على اللي إحنا بنعمله في بيوتنا. المهم أدهم كان عنده تمرين فقُلنا ننزل، أروح مع النادي. أنا باستغل وقت التمرين بتاعه بصراحة، هو بيروح تمرينه وأنا آآ باتمشى شوية برضه باشم هوا، باستغل الوقت ده لنفسي برضه. زي ما قُلت لكم إن أي حاجة بنعملها في حياتنا لازم نستغل الوقت، يعني مثلًا ما ابقاش قاعدة ما باعملش حاجة وهو في التمرين لأ، باروح معاه. هو برضه ساعات بيحبّني إن أنا أتفرّج عليه، باتفرّج عليه وكل حاجة في الوقت يعني لو حاجة مهمة مثلًا بيلعب ماتش أو حاجة أقعد أتفرّج عليه لإن هو بيستمتع، ولو عمل حركة كويسة أو كان بيتمرّن كويس شُفتيني عملت إيه؟ قُلت له أقول له شاطر برافو عليك كده. وفي نفس الوقت لو حاجة مش مستدعية إن أنا أشوفه يعني تمرين عادي حاجات خفيفة بيعملها، فباخد وقت لنفسي إن أنا أقعد أقول أذكاري، أسبّح، آمم أسبّح وباتمشى كده إن أنا أغيّر جو أشم هوا. التسبيح والتمشية وإن أنتِ تستنشقي الهوا الطبيعي، ده كل ده بيضبط من النفسية، يعني ما تفهموش يعني بيدخل على المُخ على طول أو لأ ده بيدّي انتعاش كده أو refresh لنفسيتِك. بس وعايزة أقول لكم بقى إن المدارس خلاص أنا حاسة إن الأجازة خلصت بسرعة جدًا يا جماعة، يعني ما أعرفش أنتم زيي والّا إيه، أنا حاسة إن أنا ما لحقتش. إحنا لحقنا الأجازة تخلص وندخل المدارس، إحنا لسه مخلّصين امتحانات، يعني تحسّي إن الكام أسبوع دول عدّوا هوا. وكمان رمضان هييجي في المدارس فهيكون صعب جدًا على الولاد، فربنا يعينهم. يالّا باي باي، أشوفكم